السلام عليكم. اليوم في هذا الفيديو غادي نهضروا على شنو هو الدور ديال الوسيط ولا الوكيل العقاري، وشنو هما الواجبات اللي عليه اللي خصهم يقدمهم للزبناء ديالو. معكم عصام، وكيل عقاري بمدينة سلا وسيدي علال البحراوي. الدور ديال الوسيط العقاري ولا الوكيل العقاري ماشي غير صلة الربط بين البائع والمشتري ويقرب بيناتهم باش يوصلوا للثمن النهائي. الدور ديالهم كبير ومهم. من الواجب على وكيل العقاري يكون تيفهم في العقار اولا، ويدير بحث باش يفهم الشاري شنو غادي يشري وشنو تيتسناه من بعد العملية ديال الشراء، ويوقف معاه من بعد البيع ويجنبوا النصب والاحتيال. وكذلك تيعرف البائع شنو تيبيع ويجنبوا اي واحد غادي ينصب عليه من خلال تجربته في العقار. وسيط عقاري او وكيل عقاري تيعرف شنو وشكون باغي المعقول وشكون اللي باغي يعني ينصب ولا باغي يخلوط. وسيط ولا وكيل خصو يكون اهل الثقه اللي تتوضع فيه، ما يكذبش على الناس، وهذاك الشيء اللي شافوه بعينيه وفهموه يقولوا بحياديه، واخا يحبس البيع والشراء ويبقى انسان شريف بالكرامه والشرف راه اهم من الفلوس. الثقه مهمه بزاف، ويحسب هذاك الزبون فحال خوه ولا صديق ديالو، ما يخونش الثقه. حنا مثلا في المعامله ديالنا مع الزبناء تنتسناو منهم انهم يعاملونا بالمعقول كيف ما حنا تنعاملوهم بالمعقول، وما يحفروش لينا حيت حنا ما غاديش نحفروا ليهم. وهذا راه واجب علينا. راه الكليان منين تيشم الكذوب والتخلويض في الوسيط العقاري ولا وكيل، منطقيا خصو يهرب ويبعد منه قبل ما يوقع شي مشكل ولا يطيح في شي حاجه ديال النصب. حيت الراجل المهني اللي تيخدم انطلاقا من وكاله عقاريه مرخصه ولا مؤسسه ما خصوش يجر الناس لشي طريق ماشي مزيانه. سبحان الله، حنايا المغاربه في بعض ديالنا تنطبق عليهم المثل المغربي عند خصو تخلي نصو، واش طيري بزاف تيبات بالعشاء. والله اعلم ما كاينش فينا اللي شي نهار تشطر بشي طريقه معينه وما خسرش، وانا واحد منهم. انا وقعت لي بزاف د المرات. وهاد الطريقه ولا هاد المسلك منين تيدوزو النصابه، تيشوف بنادم طامع تيعطيه نصاب، تيرمي صنارتو على عدد ديال الناس وتيصيد منهم اللي ما عندوش درايه وتجربه في المجال ولا في المهنه. كيف ما بغات تكون نوع المجال، الا كان شي واحد متمرن فيه تيداوم فيه راه تيولي متمكن فيه. الوسيط والوكيل خصهم بجوج يقولوا الحقيقه وما يخبيوش حتى حاجه باش ما يدخلوش في جرائم النصب والاحتيال. والله سبحانه يقول في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. صدق الله العظيم. الحمد لله في نهاية جميع المعاملات ديالنا تيكونوا الزبناء ديالنا فرحانين، ما تيتشكاوش منا وتيعطونا الأتعاب ديالنا بالفرح، حيت عارفين أننا ولله الحمد وقفنا معهم وكنا مفورمين ووصلنا لهم معلومات اللي ما كانوش عارفينها وما خبينا عليهم والو. واكثر من هذا بقت علاقات صداقه وتقوات بيناتنا. وكاين شي ناس اللي بقات المعرفه ديالهم لسنوات من بعد واحد العمليه ديال البيع ولا ديال الشراء. و يعني لهنا نكتفيو. مرحبا باي واحد بغى يشري شي عقار في مدينه سلا، وخصوصا المكتب ديالنا كاين في سيدي علال البحراوي. نقدموا لكم يعني اننا تنديروا بحث على العقار وتنعطيوكم احسن ما كاين، ومن ناحيه الثمن ومن ناحيه المشاكل. يعني شي حوايج راه تيكون الواحد ما شايفهمش وما عارفهمش حيت ما وصلش ليهم، حيت هذا الدومين ديال البيع والشراء تيكون مره واحده في الحياه. ولا شي واحد تقولب راه تيتقول مره واحده وتيبقى يعيش مع داك التقوليبه، تيبقى عايش مع حياته كامله. ومشي بالضروري ان واحد ما تيكون ما قاريش ولا يعني ما قاريش ولا ما واعيش راه تقول راه ما يقولبكش. راه كل واحد في الدومين ديالو راه يقول باي واحد اخر ما فهمش في داك الدومين. راه غير تمشي تشري غير حولي ولا نعجه من السوق مثلا،
راه تكون نتايا عارف تكون واعي وقاري، ويقول بك واحد اللي ما عارفش يبيع لك واحد الحاجه اللي ماشي مزيانه، حيت هو متمكن في داك الدومين. وهذا الشيء تينطبق على اي حاجه. راه ما يمكنش تقولب تريسيان وانت ماشي تريسيان، وما يمكنش تقولب بلومبي وما يمكنش. يعني خصك ضروري يا اما تدير الثقه، يا اما تستعن بواحد الشخص اللي غادي يوقف معاك وتشوف شي حوايج انت ما تشوفهمش. وشكرا بزاف. واي واحد خصو شي حاجه مرحبا به. العنوان ديالنا تجزئة الامل، سيدي علال البحراوي، مور محطة زيز، مجاورين للغابة ديال الفيلين. والسلام عليكم.